السلام عليكم، ازيكم؟ ايه السن المناسب لدخول الطفل الحضانة؟ وعلى اي اساس اختار الحضانة اللي هودي فيها ابني او بنتي؟ وازاي نقضي اول ايام الحضانة علشان ما يحصلش ان الطفل يتعرض لصدمة الانفصال عن الام؟ كله ده هنعرفه في الفيديو ده. اول حاجة، ايه السن المناسب لدخول الحضانة؟ علميا من 2.5 ل3. انا شخصيا بفضل من 3 سنين لفوق. ليه بقى؟ اشمعنى السن ده؟ اول حاجه يكون طبعا الطفل اتفطم من الرضاعه، ويكون كمان شبع من حضن الام، لان في الفتره الاولانيه دي مهم جدا تواجد الطفل مع الام، لانه بيبقى ليه عامل كبير في نموه بشكل صحي نفسيا. ويكون كمان الطفل بيعرف يتكلم، يعبر عن نفسه، يعبر عن اي حاجه تحصل في الحضانه، ويعرف يعتمد على نفسه بشكل بسيط. يعني مثلا يعرف يمسك كوبايته ويشرب لوحده، يعرف يمسك معلقه، او يعرف يمسك سندوتش ياكله لوحده. نعرف نتكلم معاه ونوعيه ونعرفه ازاي يحافظ على جسمه، وايه اللمسة الكويسة واللمسة اللي مش كويسة، ولو تعرض لموقف معين يتصرف ازاي. لكن لو طفل اقل من 2.5 سنين او اقل من 3 سنين بيبقى صعب جدا ان احنا نعلمه الحاجات دي. فده السن المثالي. لكن طبعا لكل قاعدة شواذ. استثناءات القاعدة دي ان مثلا تكون ام بتشتغل ومضطرة تشتغل ومضطرة تنزل ابنها بدري، او طفل عنده مشاكل لغوية ومن ضمن علاج المشاكل دي ان هو لازم ينزل ويختلط مع الاطفال في الحضانة. يبقى في الحالة دي الام بتبقى مضطرة انها تنزل ابنها حضانة. مفيش مشكلة ينزل، ولكن ضروري جدا ان انت تختاري حضانة كويسة، وتركزي قوي في الحضانه وانت بتختاريها. تاني حاجه يكون فيها كاميرات وكاميرات اونلاين علشان تقدري تشوفي ابنك في اي وقت خلال اليوم، لان الحقيقه بتحصل حاجات صعبه في الحضانات. ومن فتره كبيره يمكن كلنا تابعنا موضوع الحضانه اللي حصل فيها مشكله كبيره من اصحاب الحضانه. ظاهريا كانت حضانه كويسه ومحترمه، ولكن كان بتحصل فيها سلوكيات للاسف بتأذي الاطفال نفسيا جدا. طيب، ده بالنسبة لسن الحضانة. النقطة التانية، على أي أساس أختار الحضانة، أو إيه العوامل اللي أراعيها وأنا بختار الحضانة لابني؟ طبعا تكون حضانة بتعلم كويس، تعليميا كويس، تكون حضانة نظيفة، تكون حضانة بتراعي نفسية الطفل. ولكن للأسف بيبقى صعب شوية إن احنا نلاقي حضانة بتتوفر فيها كل العوامل دي. ممكن نلاقي حضانة كويسة تعليميا مثلا، ولكن هم بيتعاملوا بشدة وغلظة مع الولاد ومش بيراعوا نفسيتهم أبدا أو بيهتموا بيهم. وممكن نلاقي حضانة بتراعي نفسية الطفل ولكن تعليميا مش قد كده. يبقى أنا كأم أختار إيه؟ أختار التعليم ولا أختار نفسية ابني؟ طبعا كل أم وليها أولوياتها مع أولادها، ولكن رأيي الشخصي والتربوي إن السن ده التعليم مهم فيه، ولكن مش أهم حاجة. في السن ده الطفل شخصيته بتتكون، بنزرع فيه قيم، بنزرع فيه مبادئ، بنزرع فيه سلوكيات صح، فأي حاجة بتأثر في نفسيته بسهولة وبتكمل معاه وبتسيب أثار نفسية. وممكن كمان الطفل في السن ده ما يكونش بيعرف يتكلم ويعبر عن اللي مضايقه في الحضانة، فتلاقي الموضوع قلب إن هو كره الحضانة وبيصحى بالعافية ومش عايز يروح الحضانة، ولكن هو مش عارف يعبر عن اللي مضايقه. والسن ده الطفل مطلوب منه إن هو يعمل إيه؟ ان هو يلعب، ان هو يعرف يتعامل مع الاطفال، ان هو يعرف يتعامل مع العالم الخارجي. فما ينفعش تبقى علاقته بالعالم الخارجي في اول تجربه ليه سلبيه، ده هيأثر عليه جدا. فلو انا كأم هختار ما بين تعليم وما بين مكان بيحافظ على نفسيه ابني او بنتي، انا هختار المكان اللي بيحافظ على نفسيتهم. طيب، النقطه الثالثه، ازاي ابدا انزل ابني الحضانه من غير ما يتعرض لصدمه الانفصال عن الام وتبقى الحضانه تجربه سلبيه ليه؟ اول حاجه مهم جدا نعمل له تهيئه. يعني ايه؟ يعني قبل الطفل ما يروح الحضانه ايا كان سنه هنقعد نتكلم معاه ونقول له انت كبرت وهتروح الحضانه. الحضانه دي هتلاقي فيها صحابك، هتلاقي فيها العاب، هتلاقي فيها الميس دي زي ماما، تقدر لما تحتاج حاجه تطلبها منها. ولما نعدي قدام حضانه هنوريه الرسومات اللي على الحضانه ونقول له نشوف الرسومات دي جميله ازاي، هي دي الحضانه اللي انت هتروحها. ولو كمان في حد من سنه في العيله بيروح الحضانه، قولي له فلان بيروح الحضانه انت هتروح زيه. فانت كده بتعملوا تهيئه ان خلاص الفتره الجايه هينزل الحضانه. دي رقم واحد. رقم 2، اول يوم حضانه ده مهم جدا جدا. لازم تروحي تدخلي الحضانه مع ابنك وتقعدي معاه ساعه
او ساعتين. والحضانه اللي ما تعملش كده للاسف يبقى هم ما عندهمش الخلفيه التربويه الكفايه انهم يعرفوا خطوره الموضوع ده على الطفل. يبقى اول يوم هتروح تقعدي معاه ساعه او ساعتين، وهتمشوا انتوا الاثنين مع بعض. هيبدا في الوقت ده يتعرف على الحضانه وانت معاه، على الولاد، على المسات، على الدنيا ماشيه ازاي في الحضانه. وتاني يوم بقى لما توديه الحضانه هتخليه برضه يقعد فتره قليله، يعني يقعد من ساعتين ل3، وتقولي له انا خارجه اجيب لك حاجه حلوه وهاجي على طول. وفعلا تخرجوا الساعتين 3 دول وتجيبي له حاجه حلوه وترجعي تاخديه. لو الطفل لسه الخطوه دي صعبه عليه شويه، فانت قرري موضوع ان انت تقعدي معاه ساعه او ساعتين في الحضانه، قرري يوم واثنين وثلاثه ما فيش مشكله. وبرده بعدها زودي عدد الساعات بالتدريج. في اطفال بيبقوا متعلقين جدا بالام والموضوع بياخد معاهم وقت، ولكن في اطفال ما شاء الله بيبقى الموضوع مش فارق معاهم، وهم بيحبوا يتعاملوا مع الاطفال وبيحبوا يخرجوا بره البيت، فهتلاقي الموضوع اسهل بالنسبه لهم. لكن ما ينفعش ابدا تعملي زي ما بيقولوا ان انت تودي ابنك كده اول يوم الحضانه، ترميه في الحضانه وتسيبيه، وهم ياخدوه منك يقولوا لك عادي سيبيه احنا متعودين، هو هيعيط شويه وهيسكت. الموضوع ده مش بينفع مع كل الولاد. فلو في ولاد الموضوع عدى بسلام معاهم، في ولاد الموضوع بيسيب اثار نفسيه صعبه جدا معاهم.